ننتقل الآن إلى كلمتين جديدتين كما ترون أمامكم، وهما مجيء كلمة كي مع كلمة لا. كي أيها الإخوة من الأدوات التي تنصب الفعل المضارع، أن ولن وكي وإذن ولام التعليل وحتى وفاء السببية، هذه الأدوات التي تنصب المضارع. فمن جملتها كي، فأحيانا تأتي كي وبعدها لا النافية، كي لا، كي لا. فبسبب كثرة مجيء هاتين الكلمتين خلف بعضهما كان العرب في زمن النبوة وقليل منهم من يكتب، كانوا يكتبون أحيانا كي لا موصولة، فمن كتبها موصولة لكثرة مجيئهما خلف بعضهما، ومن كتب كي لوحدها ولا لوحدها فعلى الأصل أن تكون كل كلمة مفصولة عن أختها خطا على حدة. لكن نحن الآن بصدد نص قرآني كتب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نسلم ما كتب منه موصولا نقف على الموضع الثاني، لا نقف على كي بل نقف على كي لا، كأنهما كلمة واحدة. وما كتب مفصولا كي لوحدها ولا لوحدها فلنا أن نقف على كي، ولنا أن نقف على كي لا إن كتبت مفصولة وقفا اضطراريا أو اختباريا. الحديث ما زال موصولا على كلمة صل، صل كذا صل كذا، ثم قال رحمه الله كي لا تحزنوا، يعني صل كي لا إن جاء بعدها كلمة تحزنوا، فقيدها بكلمة تحزن بعدها، ولم يقيدها باسم السورة، وهي في آل عمران كما سنذكر بعد قليل في اللوحة، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. إذن قيدها بمجيء تحزنوا، ثم قال رحمه الله تأسوا على، يعني لكي لا تأسوا على ما فاتكم في سورة الحديد كما سيمر معنا بعد قليل. إذن هو يقيد هنا بالموضع وليس باسم السورة. ثم قال حج، لاحظتوا كيف تأسوا على قيدها بالموضع بكلمة قرآنية تدخل الموضع المطلوب وتخرج ما عداه. ثم قال حج، إيش هذه حج؟ يعني كيلا في سورة الحج، كيلا جاءت في سورة الحج في قوله تعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا فكتبت لكي لا موصولة. ثم قال رحمه الله عليك حرج، يقصد قوله تعالى في سورة الأحزاب لكي لا يكون عليك حرج، إذن كتبت أيضا كذلك موصولة لكي لا يكون، لكي لا، فلا نقف إلا على آخرها. ما عدا هذه المواضع التي نص عليها إمامنا الجزري كي لا تحزنوا، تأسوا على، حج، عليك حرج، هذه الأربعة ما عداه مقطوع. إن رأيتم كيل في القرآن ما عدا هذه الأربعة فستجدون كي لوحدها ولا لوحدها مفصولة، فلنا أن نقف على كي وقفا اضطراريا أو اختباريا، ولنا أن نقف على كي لا كاملة على الكلمة الثانية منهما. ما ذكرته نرى على اللوحة، كي لا تحزنوا كما نرى على اللوحة، وذلك في سورة آل عمران الآية 53 بعد 100 لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. ثم ننتقل إلى الموضع الثاني تأسوا على، وهو في سورة الحديد كما ترون الآية 23 قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أيضا كتبت موصولة كما ترون، ليست كي لوحدها ولا لوحدها، لكي لا، فنعاملها معاملة الكلمة الواحدة. ننتقل إلى البيت الذي بعده وهو البيت 91، قوله تعالى قول الجزري في أول البيت حج، المقصود قوله تعالى في سورة الحج في الآية 5 لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أيضا موصولة كما ترون. ثم قال رحمه الله عليك حرج، يعني
في سورة الأحزاب الآية 50: لكي لا يكون عليك حرج. لكي لا أيضا كتبت موصولة.